أسي المقاول مازالين في التحدي ومازالين كنقبلوه بقلب كبير. هاد المرة غنهضروا في جوج ديال النقط اللي هما الساس ديال هاد الروينة كلها. النقطة الأولى هي الأسطورة الكبيرة ديال حنا هربنا على أماندا بالذكاء الاصطناعي باش نفهموا كيفاش كان كيبيع ليهم الوهم ديال التفوق التكنولوجي. والنقطة الثانية هي فين كتسالي حرية التعبير وكيبدا التشهير باش المحامين ديال الصفراوي اللي هما ضحاياه يفهموا أننا عارفين القانون. ملي كيكثر صداع أول ورقة كيحاول يجبدها الطرف اللي تزير هي ورقة راكم كتشوهوا السمعة ديالي وغادي نتابعكم. أولا، أسطورة الذكاء الاصطناعي ضد أماندا البدائية. هذه من أذكى وأخبث النقاط اللي لعب عليها الصفراوي باش يقنع الناس بالتفوق الوهمي ديالو. شنو كان كيقول؟ انا بغيت نعرف بدينا ننافسوا ديك اماندا اللي ما بدات تخدم، وديك اماندا باقي بدائيه. اوكي باقيه خصها تخدم كونتوني يدوي. دار اي اي صاحبي، انت كتجري بموتور 60 ولا خلفت عليك 1250 فهمتي؟ يعني دار اي اي مستحيل تكومباري واحد خدام اي اي مع واحد خدام يدوي. واحد كيحفر هو اللي خدامين يدويين خدام يدوي. دابا عرفت شنو وقع؟ مراكنا جاو عارفين هاد القضيه، فدات جروب وكتعطاكي فيه الدراري بهاد الدرجه. هذيك اماندا حتى كنقول الدراري يخدموا دابا حيت هربنا عليهم بزاف. الصوت الاكبر دابا واخدين هاد الدراري تحركوا في امريكا. كان ديما كيكرر واحد الفكرة. أماندا اللي هي أيقونة التدوين في الطبخ في ميريكان باقا خدامة بدائية، كتكتب بيديها وكتصور فيديوهات حقيقية. حنا هربنا عليها، حنا كنستعملوا الذكاء الاصطناعي أو لا AI. حنا كنصاوبوا 24 بوست في الدقيقة وهما يلاه كيصاوبوا واحد في النهار. درتي مايند مابينغ. التحليل النفسي لهذا الخطاب: أولا، صناعة العدو المشترك. كما قلنا كيخلق لهم عدو سميتو أماندا باش يوحدهم. ثانيا، بيع الحل السحري، هو كيلعب على عقليات الطريق المختصر. باقيه خصها تخدم كونتوني يدوي. دار اي اي صاحبي، انت كتجري بموتور 60 ولا خلفت عليك 1250 كيقول لك علاش ضرب تماره بحال أماندا وانا عندي لك الحل السحري اللي غيخليك تفوتها بلا مجهود. هادشي كيعجب الناس اللي باغيين الربح السريع. ثالثا، إيهام بالتفوق التكنولوجي، كيحاول يبين راسو بحال شي إيلون ماسك ديال الطبخ اللي جاب واحد التكنولوجيا خارقه ما فخبرش الميريكان مساكن. بهاد الدرجه. هذيك اماندا حتى كنقول الدراري يخدموا دابا حيت هربنا عليهم بزاف. الصوت الاكبر دابا واخدين هاد الدراري تحركوا في امريكا. تفكيك الكذبه، علاش هاد الهضره تخربيق؟ آسي المقاول، شوف صاحبك كيفاش كيحاول يبيع الريح في الشبكه. واش أماندا ومجموعتها اغبياء؟ صفراوي كيبغي يقنعنا ان الميريكان اللي هما اخترعوا تشات جي بي تي وميدجورني ما عارفينش كيفاش يستعملوهم. كيبغي يقنعنا ان أماندا اللي بنات امبراطوريه ديال ملايين الدولارات مسكينه وبدائيه وكتسنى هو من المغرب يوريها كيفاش تخدم. هذه اهانه لاي واحد كيفكر. علاش أماندا كتختار ما تخدمش باي اي 100%؟ انا بغيت نعرف الجواب بسيط، حيت هي كتفهم فاش كيليق اي اي وفاش ما كيليقش. اي اي كيليق باش يعاونك تكتب افكار، يعطيك البنيه للمقال، يصحح لك الاخطاء الاملائيه. المدونين الحقيقيين كيستعملوه كمساعد ماشي كشاف. اي اي ما كيليقش لخلق التجربه الحقيقيه. اماندا عارفه ان القوه ديالها هي الثقه والاصاله. المتابع ديالها كيثق فيها حيت عارف انها بصح جربات ديك الكيكه وبصح صدقات ليها، والتصويره اللي كيشوف هي ديال ديك الكيكه الحقيقيه. الا استعملت صوره ديال اي اي الكيكه ما عمرها كانت، غتكون كتكذب على الجمهور ديالها وغتخسر الثقه اللي بنات في سنين. اي اي ما كيضمنش الجوده. وصفات الطبخ اللي كيخرجها تشات جي بي تي غالبا كتكون فيها اخطاء في المقادير. الا تبعتيها تقدر في بلاصه ما تخرج لك كيكه تخرج لك حجره. اماندا ما غتغامرش بالسمعه ديالها على قبل وصفه ما متاكده منها. الخلاصه، اماندا ماشي بدائيه، هي ذكيه ومحترفه، عارفه ان البراندينغ الحقيقي مبني على الثقه والاصاله ماشي على السرعه والكذوب. هي كتختار الجوده على الكميه. الفرق بين الصفراوي وأماندا بحال الفرق بين جوج ديال الخياطه. أماندا هي ديك الخياطه المعلمه اللي كتفصل لك جلابه على قدك بيدها وكتختار لك الثوب المزيان وكطرزها لك طريزه دايزها الكلام. كتاخذ الوقت ولكن في الاخر كتعطيك جلابه ديال الهمه اللي غتبقى عندك سنين. دار اي اي صاحبي. هو كيقول لك شوف هذيك الخياطه مسكينه باقي كضرب تماره بيديها، انا عندي ماكينه كتخرج 1000 جلابه في الدقيقه. ولكن هو كينسى يقول لك ان دوك 1000 جلابه كلهم ما كيسواو حتى وحده من ديال ديك المعلمه. ما كانش عندي بادره. آسي المقاول مازالين في التحدي، والتحليل ديالنا كيبين ان صاحبك ماشي غير باع منتج فاشل، بل باع واحد الفلسفه كامله مبنيه على الكذوب والتلاعب. لعب على عقليه الطريق المختصر ووهم الناس انهم اذكياء من خبراء المجال الحقيقيين. فدات جروب وكتعطاكي فيه الدراري. النقد ديالنا ماشي تشهير، هو واجب الكشف هاد الاساليب، وحنا كنطلبوا من كل واحد مازال في الطاحونه يحل عينيه مزيان ويسول راسو واش انا باغي نكون مدون حقيقي كيبني شي حاجه ديال بصح، ولا مجرد عامل في واحد المعمل ديال السبام اللي اي لحظه ممكن يتسد ويخلينا في الزنقه. وبغيت الخبراء، هذوك الخبراء شنو هما الحوايج اللي تقالوا ما كاينينش؟ انا بغيت نعرف. هو كيبيع للناس سمية براقة ومحترمة، التدوين أو البلوغينغ، ولكن في الحقيقة كيعطيهم يمارسوا حاجة أخرى تماما، سبام. خرافة التدوين عند الصفراوي الفرق بين فن الطبخ والدخلات العطرية. انا بغيت نعرف. مازالين في التحدي ديالك،
هاد المرة غنهضروا على أكبر مغالطة فنية وتقنية في المشروع ديال صاحبك الصفراوي. هو باه الناس تذكيرة باش يدخلوا لواحد المعرض ديال الفن التشكيلي، وملي دخلوا لقاو راسهم في واحد السويقة ديال الخردة، باع عليهم التدوين وعطاهم سبام. الصفراوي والمشروع ديالو كيتسمى ليليا بلوغين كوميونيتي، يعني من السمية هما كيواعدك بتعلم التدوين بلوغين. ولكن شنو هو التدوين اللي كيعلم؟ انا بغيت نعرف. يلا هنشوفوا. 24 بوست سبام في اليوم. كما أكدوا كل الضحايا، هو كيفرض عليهم ينشروا 24 بوست في اليوم على صفحات فيسبوك. هاد البوستات عبارة على صور مسروقة أو معمولة بالذكاء الاصطناعي ونص مكتوب بسرعة بتشات جي بي تي، غالبا كيكون فيه أخطاء، والهدف منه هو يجذب الكليك بأي طريقة. أماندا باقي بدائية. اوكي. التركيز على فيسبوك فقط، كل المجهود موجه لفيسبوك. المدونة أو البلوغ الحقيقية كتولي مجرد محطة أخيرة بحال شي جراج مهجور كتحط فيه الترافيك اللي سرقتي من فيسبوك. لا هوية لا براند. كتلقى باج سميتها شهيوات حليمة كتصيفط لك الموقع سميتو سيفري سبلاش، والوصفات اللي فيه مرة على الكيكة مرة على كيفاش تصاوب ديكور بالحجر. ما كاين لا خط تحريري لا هوية لا والو. باقية خصها تخدم كونتوني يدوي. دار اي اي صاحبي، انت راك كتجري بموتور 60 والاخر فايت عليك 1250. تكتيك الخلط بين المفاهيم. الصفراوي كيستغل واحد النقطة تقنية ذكية. كيقول لك اودي الفيسبوك ما بقاش خدام، تحرق وحده. يقول لك 24 بوست ما خداماش. شوف هذا دوت شك ولا عند بزاف نتاع الناس. فيسبوك كمنصة كيسمح لك تقنيا تنشر 24 بوست في اليوم أو أكثر. هو كيشد هذه الإمكانية التقنية وكيحاول يلصقها بتدوين. كيقول لك شوف راه فيسبوك عطانا الحق نلوحو 24 بوست، إذن هذه هي الطريقة المثلى للتدوين في 2024. هذه مغالطة خطيرة. بحال شي واحد كيقول لك القانون كيسمح لك تسوق الطوموبيل ب 120 كيلومتر الساعة في طريق السيار، إذن أحسن طريقة باش توصل لخدمتك كل صباح هي تمشي ب 120 واخا تكون ساكن غير في الدرب اللي حدا الخدمة. هو كيتجاهل السياق، المنطق والجودة. درتي مايند مابينغ. شنو هو التدوين الحقيقي؟ شرح للناس اللي ما عارفينش. انا بغيت نعرف. باش نفهموا حجم الكذبة خاصنا نعرفوا شنو هو التدوين الحقيقي، سواء في مجال الطبخ أو أي مجال آخر. التدوين الحقيقي ماشي كمية، التدوين الحقيقي هو قيمة وجودة. أساسيات التدوين الحقيقي مثال الطبخ: الشغف والخبرة passion and expertise. المدون الحقيقي هو شخص عنده شغف بالطبخ، كيبغي يجرب يبتكر ويشارك تجاربه الحقيقية، ماشي واحد عمرو دخل للكوزينة وكيكوبي كل وصفات من تشات جي بي تي. السي المقاول: شوف صاحبك شنو قال. يعني ماشي انت كتكتب، لان انت تقدر تكتب، انت ماشي طباخ، غير تكذب على عباد الله كما كنا كنديروا ربي تسمحنا في الاربيطراج، فهمتي. الصفراوي قال للمبتدئين عنده في الفيديو ما يمكنش تكتب وانت ماشي طباخ، يا غتجيب طباخ يكتب. هاد الهضره قالها باش يبرر الكذبه ديال الاطباء الامريكانيين. خدامين معايا 4 تاع الاطباء الامريكانيين كانوا يكتبوا معايا غير بور لو بليزير، دابا كيتخلصوا. ولكن في الواقع هو كيقول لآلاف المبتدئين اللي ماشي طباخه يلاه كتبوا على الطبخ. هاد التناقض الصارخ كيبين انه ما كيامنش بشنو كيقول، هو فقط كيستعمل اي حجه باش يقنع في ديك اللحظه. ما كانش عندي بادره. بناء هويه وماركه براندينغ. المدون الحقيقي هو تبني واحد الماركه، عندك اللوغو ديالك، الوان ديالك، اسلوب خاص في الكتابه والتصوير. الناس كيثيقوا فيك حيت كيعرفوك انت. مثلا المدونه شاف رشيده معروفه بالوصفات المغربيه الاصيله ديالها، ملي كتشوف وصفه عندها كتكون متاكد انها مجربه وناجحه وتصور حقيقيه، ماشي بحال شورمينغ ريسيبيز اللي كتلوح لك وصفه ديال الحريره حدا وصفه ديال السوشي. خلق محتوى اصلي وذو قيمه original and valuable content. المدون الحقيقي كيخلق المحتوى ديالو، كيجرب الوصفه، كيصور المراحل، كيكتب النصائح من تجربته الشخصيه، كيعطي قيمه حقيقيه للمتابعين. هادشي عكس تماما سبام ديال جماعه الصفراوي اللي هو مجرد اعاده تدوير ريسايكلينغ لمحتوى موجود اصلا وبجوده رديئه. بناء مجتمع حقيقي community building. المدون الحقيقي كيتواصل مع المتابعين ديالو، كيجاوب على الاسئله ديالهم، كيبني معهم علاقه ديال الثقه، هادشي اللي كيخليهم يرجعوا عنده ديما. السبام على العكس كيعتمد على الضربه والهربه، كتلوح بوست كتجيب كليتات والله يعاون، ما كاين لا علاقه لا ثقه لا والو. التدوين بلوغينغ بحال شي شيف كبير في مطعم محترم كيختار اجود المكونات، كيطيب الطبق بحب وشغف وكيقدموا لك في واحد الديكور زويون، كتاكل وكتستمتع وكتبغي ترجع. السبام ديال الصفراوي بحال شي واحد في الجوطيه شاد طنجره كبيره وكيخلط فيها اي حاجه لقاها، بطاطا معفنه، مطيشه خامجه، شويه ديال الرمله، وكيبدا يغوت يلا اعبد الله. الهدف ديالو ماشي هو تشبع، الهدف ديالو هو تخلص وتمشي في حالتك قبل ما تعيق باللي داكشي ما كيتكالش. السي المقاول مازالين في التحدي ديالك. في الفيديو الاخير ديالك قلتي انك جبتي الصفراوي حيت كيهضر على علم جديد. من بعد هذا التحليل واش مازال كتشوف انه سبام وخلط المفاهيم هو علم جديد؟ صاحبك الصفراوي كيقول للناس ما يمكنش تكتب على الصحه وانت ماشي طبيب، وهو براسو كيخلي الاف الناس اللي ما عمرهم شافوا كوزينه يكتبوا على الطبخ والصحه الغذائيه. هاد التناقضات ماشي مجرد اخطاء، هذه منهجيه ديال التلاعب.
الناس اللي مازالين في الطاحونه خاصكم تفهموا هذه النقطه مزيان. التدوين الحقيقي هو فن ومهاره وصدق، هو بناء علاقه مع الناس. داكشي اللي كتمارسوا دابا ماشي تدوين، هو مجرد دوران في واحد الاله ديال سبام اللي الهدف الوحيد منها هو يربح منها مولاها ماشي نتوما. النجاح في الويب ممكن، والتدوين مجال زوين وفيه ما يدار، ولكن الطريقه ديالو هي طريق الجوده والصدق وبناء الثقه، ماشي طريق الكوبي كولي، سرقه التصاور وخداع الناس. فرق كبير بين اللي كيبني قصر بالحجر صحيح وبين اللي كيبني قصر بالكرتون واخا يصبغوا من برا بالذهب. الاول كيبقى والثاني كيطيح مع اول شتوى. راه بعض الاطباء يعني اطباء راه كيكتبوا. واش هادشي تشهير؟ ملي كيكثر صداع، اول ورقه كيحاول يجبدها الطرف اللي تزير هي ورقه راكم كتشوهوا السمعه ديالي وغادي نتابعكم. ما شفت حتى شي واحد انا وصل لهاد المساله، انا كنتاخذ التدابير ديالي. يلا نشرحوا للمبتدئين في القانون للمبتدئين الفرق بين النقد المشروع والتشهير باش كل شيء يكون على بال. شنو كيقول القانون المغربي؟ القانون المغربي بحاله بحال القوانين المحترمة في العالم، كيفرق بين جوج حوايج. واحد، السب والقذف والتشهير، هذه جريمة كتعني أنك تنسب لشي واحد شي حاجة خايبة بلا دليل بهدف أنك تطيح من قيمته، بحال إلا خرجتي في فيديو وقلتي فلان شفار بلا ما يكون عندك حتى دليل أو حكم قضائي، هنا كتستاهل العقوبة. قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي. حق النقد وحرية التعبير، هذا حق دستوري، الفصل 25 من الدستور، كيعني أن من حقك تنتقد أي شخص، أي منتوج أو أي خدمة، ولكن بشرط يكون النقد ديالك مبني على وقائع، أدلة أو تجربة شخصية حقيقية. ملي كنخرجوا كنقولوا صفراوي قدب في قصة موقع بيتكين، هذا ماشي تشهير، هذا نقد مبني على دليل قاطع وهو سكرين شوت ديال المالك الحقيقي للموقع. نسبة النجاح اللي اعلن عليها 97% ماشي هي الحقيقية. بالنسبه للسكسس ريت نتاع البروجي كامل نقدر نقول لك الجواب ديالو هو 1%. هذه غير باش تخليها عندك. 1% هذا ماشي تشهير، هذا نقد مبني على كلامه هو نيت في الميتينغات الداخلية المسجلة. البرنامج ديالو ماشي تدوين، هو سبام منظم، هذا ماشي تشهير، هذا تحليل وصفي للطريقة اللي كيخدم بها ومبني على شهادات مئات الضحايا. باقيه خصك تخدم كونتيني يدوي. دار اي اي صاحبي، انت كتجري بموتور 60 ولا فايت عليك 1250. استعمل هوية الغير وشجع الناس على هذا الشيء، هذا ماشي تشهير، هذا كشف الممارسة يعاقب عليها القانون ومبني على شهادات من داخل الكومينوتي. إذن حنا ما كنشوهوش السمعة، حنا كنواجهوا واحد الشخص بالوقائع والأدلة اللي خرجات من فمه ومن الممارسات ديالو. حنا كنمارسوا حقنا في النقد وواجبنا في كشف الحقيقة باش نحميو مواطنين اخرين. السي المقاول، هادشي بحال الا شريتي طاجين من عند شي واحد وملي حليتيه لقيتيه عامر غير بالتراب. الا خرجتي للشارع وبديتي كتغوت مول طواجن شفار بلا ما توري طاجين، هذيك سب. ولكن الا وقفتي في السوق وحطيتي الطاجين ديال التراب قدام الناس وقلتي لهم شوفوا عباد الله هاد السيد شنو باع ليا، هذاك سميتو فضح الغش بالدليل ومن حقك ديرو. وحنا السي المقاول حطينا الطاجين ديال التراب ديال صاحبك قدام كل شيء.